لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 1337 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێ وەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. بەڵێ خۆشەویستان وەکو لەوانەی ڕابردووش لە خزمەت ئەو ئاەتە و ئاەتەکەی پێشووتر بووین کە رب العالمین باز لە ئولو الئەلباب دەکا، ئەوانەی کە خاوەن عەقلی حەقیقین، عەقلێک کەوا دانە پۆشرایە بە ئەهوا و ئارەزوەکان، ئەوانەی کەوا یەقینیان بە پەروەردگاریان هەیە. لە صیفەتی ئەوان الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله واتەوانەی کەوا بەو عەهد و پەیمانەی کەوا لە نێوان خۆیان و لە نێوان ئەڵڵا تەعالایە و هەروەها ئەو عەهد و پەیمانەی لە نێوان ئەوان و لە نێوان خەڵکیە هەر هەمووی دەگەینە سەر بە وەفان و دەیگەینە سەر ئەو عەهد و پەیمانەی کە لە نێوان خۆیان و لە نێوان ئەڵڵا تەعالایە کە بریتیە لە فەرمانەکان جێبەجێکردنی فەرمانەکان خۆ پاراستن لە قەدەغکراوەکان جێبەجێی دەکەن، چونکە ئێمەی موسڵمان عەهد و پەیمانمان لەگەڵ ئەڵڵا تەعالا هەیە کەوا ئیاکە نەعبود و ئیاکە نەستەعین، هەموو ڕۆژێش بەلای کەم 17 جار ئەو عەهد و پەیمانە دووبارە دەکەینەوە و هەروە ئەو عەهد و پەیمانە لە نێوان خۆی لە نێوان خەڵکیش وەکو ئەو عەقدانەی کە لە بۆ معامەلات دەیکەن یان ئەو ئەمانەتەی کەوا پێریان ڕادەسپێرێ هەموو ئەوانە دەگەینە سەر. ولا ينقضون الميثاق، بە هیچ شێوەیەک ئەو عەهد و پەیمانەی کەوا میثاقە با بڵێن عەهد و پەیمانێک کەوا سوێندی لەسەر خورایە، ئەو عەهد و پەیمانە موئەکەدە بە هیچ شێوەیەک ئەوان هەڵ ناوەشێننەوە، بەڵکو بەردەوامن لەسەر پابەندبوون بە عەهد و پەیمانیان. کەواتە هەروەکو لە سەرەتادا دەفەرمی ئەوانە ئەو عەهد و پەیمانانە دەگەیننە سەر بە وەفان جێبەجێی دەکەن و هەڵی ناوەشێننەوە لە داهاتووشیان، چونکە بەڕاستی هەروەکو گرنگە ئینسان لە هەموو کاتێک با بڵێن کە عەهد و پەیمانیدا لە نێوان خۆی و خوا سوبحانەهو وتەعالا لە نێوان خۆی و خەڵکی عەهد و پەیمان لە سەرەتادا جێبەجێ بکە، بەردەوامیش بی لەسەری، کەواتە بەردەوامبوونیشی ئەویشیان زۆر زۆر گرنگە، بەوەی کەوا ولا ينقضون الميثاق، بەردەوامن لەسەر جێبەجێکردنی عەهد و پەیمانەکانیان هەڵیان ناوەشێننەوە. ئەبوو حەیان دەڵێ ولا ينقضون الميثاق پێدەچی وەکو جوملەیەکی تەوکیدی بی لە بۆ یوفون بعهد الله، لەبەرەوەی عەهد هەر ئەو میثاقەیەکەوە لە بەشی دووەم باس کردێ، هەرچەندە میثاق ئەو عەهد و پەیمانەیەکەوە تەئکید لەسەر کرێت پێدەگوترێ میثاق، واتە وثق بالقەسەم، ئەو عەهد و پەیمانەیەکەوە سوێندی لەسەر خورایە، ئیتر ئەوان ئەو عەهد و پەیمانە دەیگەینە سەر و هەڵی ناوەشێن وەکو جوملەیەکی تەوکیدیە، لەبەرەوەی کە لە سەرەتادا دەفەرمی ئەو دەڵێتن تەوکیدیە لە بۆ بەشی یەکەم، چونکە دەفەرمی کاتی کە دەفەرمی ئەوان عەهد و پەیمان دەگەینە سەر لازمی ئەو قەولەی ئەوەیەکەوە هەڵی ناوەشێن، بەڵام تەئکیدی لەسەر دەکاتەوە کە ئەوان لە داهاتووش هەڵی ناوەشێننەوە. ولا ينقضون الميثاق وەکو ڕازی دەڵێ چەند قەولێکی لەسەر باس کرایە، قەولی یەکەم کەوا قەولی زۆرینەیە إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد، کەواتە ولا ينقضون الميثاق ئەویش دەڵێ زۆربەی مفەسرین دەڵێن نزیکە لە بەشی یەکەم کەوا يوفون بعهد الله فإن الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد، کەواتە لەبەرەوەی دەڵێ کە فەرمووی عەهد و پەیمان دەگەینە سەر هەڵی ناوەشێنەوە تا هەڵنەوەشانەوەکەشی هەر با بڵێن نزیکە لە بەشی یەکەم، دەڵێ وەکو نمونە
إنه لما وجب وجوده لزم أن يمتنع عدمه كواتا كشتك ضلي موجودة كواتا عدمكي ممتنعة يعني كابلين فلانة شد موجودة فلانة شد موجودة كواتا لتواكل يقصد أو كوا عدم نمانكي ممتنعة نابي فهذان المفهومان متغايران إلى أنهما متلازمان كواتا كاتك كدري فلانة شد موجودة عدمكي ممتنعة دل أودو قولا لازم ملزوم يكترين فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه ألا ينقض الميثاق كواتا بشي كم عاد بماذا جاي النسر بشي دوا مش هلي ناوشينو أو دو بشا لازم ملزوم يكترين قولي دوام أن الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه قولي دوام دلي ولا ينقضون الميثاق ميثاق أو عهد بيمانية كوا كسيك تأكيد بكاتو لسر نفسي خوي فالحاصل أن قول الذين يوفون بعهد الله إشارة إلى ما كلف الله العبد به ابتداء كواتا دير دا بوشوي لك الذين يوفون بعهد الله أو عهد بيمانانك الله تعالى تكليف بندي كردية زيبك ولا ينقضون الميثاق إشارة إلى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختياره لنفسه كالنذر بالطاعات والخيرات كواتا ولا ينقضون الميثاق أو عهد بيمانانك بخوي إنسان خوي بي ملزم كردية وكل نذر يشي لسر خوي كردية يأخذ هندك طاعتي لسر خوي فرض كردية كواتا أو قول الشيء أو كخواي جور فرماي بكردية أوان بوفانا ديجي نسر وأو كبخوشيان لسر خوان واجب كردية أو يج ديجي نسر قول السيم أن المراد بالوفاء بالعهد كلا سرتات كاتي يوفون بعهد الله ما بس عهد الربوبية والعبودية كواتا يوفون بعهد الله أو عهدي كوا أو پروردگار أتوج بندي أبي أو عهدي ديجي نسر والمراد بالميثاق المواثيق المذكورة في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية على وجوب الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند ظهوره أو هاش ديك درايته كاتوا ولا ينقضون الميثاق أو عهد بيمانانك لتوراة وإنجيل لباقي كتابة كانت ورجي لسر شوين كوتواني أو آينانا كاتك ومحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيست إيمان بيبين بيست عهد بيمانة بقين نسر بوسيشيا وإلي يقدرايته قرطبي دري ولا ينقضون الميثاق يحتمل أن يريد به جنس المواثيق ولا ينقضون الميثاق وتجنسي همو عهد بيمانك أي إذا عقدوا في طاعة الله عهدا لم ينقضوه هر عقدك دكان لطاعة خواهي قوربي سبحانه وتعالى بهيشو هلينا وشنو قتادة ضلي تقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في 20 آية كواتا خواهي قورب سبحانه وتعالى لتسندين آيات باسي لوي كردي كوا بيشتو اون دا آياتا خواهي قورب نهي كردي كوا نابي عهد بيمان بشتشيندري ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه وهو الذي أخذ الله على عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم احتمالش ولا ينقضون الميثاق آما جبي بو عهد بيماني كوالا سورة الأعراف باس كلا أخوائي قول سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا كواب عهد فطرة ناس لا كاتك إما هم من لبشت باب من آدم بوين أخوائي قول سبحانه وتعالى هموي بابلين خوي بيناساندين عهد بيماني لورقتين أم پروردگاري إيوانيم إما شموش شاهدي من دالو إلى فطرته إما هركات كمن دال لديك دبي بفطرته خواد ناسي أو عهد بيمانه دنادلو دلوين زيجيرة كواتا دلين احتمالش آماجبي بو عهد بيماني كوا كاتك لبشتباب من آدم من لما ورجيرة وقيل هذا تعميم بعد التخصيص أوش قلت له الذين يوفون بعهد الله أو عامة ولا ينقضون الميثاق أو التخصيص التايبة دكن لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها وش نزيك لو قولك بيشتري باس ماكر ولا ينقضون الميثاق زياتر أو عهد بيماناني كوا إنسان كان مسلمان كان بخوي لسر خوي واجب دكاتن وكو نزر أوش دقريتو ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس احتمال
بعكسه أويان أو كوا إنسان لسر خوي واجب ذاك أو دوميان أو كخوي جور واجب كله فيكون من التخصيص بعد التعميم لو حالتي كاتأجر أو هاي لك دينوا كي كميان نذر كإنسان لسر خوي جيب ذاك أو زاد واش عهد بيمان كان خوي جور بقشتي كواتا تعميم بعد خاصة لو حالتي واتا بتايبتي أو كبخوي لسر خوي واجب كرديا بردوام للسري وبقشتيج أو خوي جور للسري واجب كرديا بهم شويك دين تسلو خلينا وشنتو على أن يراد بالعهد جميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عباده كواتا بوماناي أو عهد بيمانة همو فرمان كان خوي جور سبحانه وتعالى قد كرا وكان دقريته كخوي جور وصية بندكان بكريا ويدخل في ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه وهلها أو التزاماتان كوا إنسان لسر خوي ملزم كريا ويراد بالميثاق ما أخذه الله على عباده حين أخرجهم من صلب آدم في عالم الذر ولو حالتش ولا ينقضون الميثاق أو عهد بيمان كوا لبشت باب من آدم بوين خوي جورا لي ورقرتينا وممن ذهب إلى أنه تعميم بعد تخصيص أو زاناني كوابيان الذين يوفون بعهد الله أو خاصة وتبتايبتي أو كوا بخوان لسر خوان واجب كرديا ولا ينقضون الميثاق بعام هم أوعد بيماناني كخوي جورا سرياني فرص كرديا هلينا وشينوا أو زاناني كبروان وياخذ بوشوي لشدنا شين أوانا زمخشري شوكاني قاسمي ابن عاشور والله أعلم لدواء وهل الصفتي أو أولو الألباب أنا خواهي قرد فرمي والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل كواتا يشكل الصفات أولي الألباب وأننا يصلون ما أمر الله بأن يوصل واتا يصلون كل ما أمر الله بوصله همو أوشتاني كفرماني فكرة لأن خواهي قرد بقين تسر ديقين تسر لوانا من الإيمان بالله وطاعته وعبادته وحده لا شريك له فاش هموشتك خواهي قول فرماني كرديا كوا إيمان بذات الله بتاكو تانية طاعة جورالي بكي عبادتي بكي وصلة الأرحام أو كخواهي قول فرماني بكي لو كوا صلة رحم بجيب قينين أويج دقين تسر وممن ذهب إلى أن المراد بما أمر الله بأن يوصل صلة الأرحام اترو زاناني كبيانوا أو كصفة وانه أو ك الله تعالى فرماني بكذلك وبقين تسر دقين تسر بتايبتي صلة رحم بجي دقين أوانا اتر أوزاناني كوان لقدات وكو ابن جرير ابن كثير قرطبي در زوربي مفسرين ودرين قرطبي در والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ظاهر في صلة الأرحام كواتا كخواي جور فرمانه أو كخواي جور فرمان بكذا بقى تسر دقي نسر أو زياتر بعض لس قاعدين السلي رحم ذكا كوا وكو قتادة ضل زورب مفسرين وليقددنوا ومع ذلك يتناول جميع الطاعات لقال أوش زوربي هم الطاعات كانش دقي بابرين لنوعات زيدبتو ابن القيم لعدة الصابرين ضل وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله بأن يوصل الله تعالى وصف الألباب ذكا بويكوا وأنا كسانكن أوي دقين نسر كالله تعالى فرماني كرد يبقى تسر ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه كواتا يصلون أوي كدقين نسر كالله تعالى فرمان بكرد ظاهر عبادات كانوا وباطن كشي كخواير فرمان بكرد هموي دقريتوا وحق الله وحق خلقه حق خواير دقين نسر كحق خواهي جورس البندكان بيبرستن بتاعتني وحق خلق خواهي جورس لدول بريان أو كوالا سريانا ديجين نسر ديار زان أنزيات قصر سروات ذكن والله من برتوابوني كالدوستين بفشتواني الله تعالى لواني داهاتو دينه خزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون